يا صباح الفل. عمرك حسيت انك تعبت من نفسك؟ مش من حياتك؟ من كتر ما بتحاول تفهم نفسك ومش عارف؟ من كتر ما بتاخد قرارات وترجع تشك فيها؟ من كتر ما بتبدأ وتقف؟ من كتر ما بتقول بكرة هنغير، بكرة هيجي، تلاقي نفسك لسه واقف مكانك؟ طب عمرك حسيت ان كل حاجة حواليك ماشية الا انت؟ ناس بتكبر، بتنجح، بتتجوز، بتخلف، بتحقق احلامها، وانت كل يوم بتصحى وتقول انا المفروض اكون هنا، انا المفروض اكون فين؟ طيب، أنا عايز إيه دلوقتي أصلًا؟ أنا مش مبسوط ليه؟ رغم إن عندي حاجات كتير المفروض إن هي تخلّيني سعيد. حاسة إن في حاجة ناقصة. يمكن أصعب إحساس ممكن إنسان يعيشه إنه يبقى تايه وهو شكله من برّه إنه عارف هو رايح فين. بيضحك، بيشتغل، بيتحمّل، بيقول أنا كويس، لكن جواه صوت صغير بيقول له كل يوم أنت مش كويس، أنت بس اتعودت تمثّل إنك كويس. من فترة كده قابلت واحدة، أول ما دخلت عندي حسيت من ورا هدوءها ده إن في حكاية كبيرة. كانت في بداية الأربعينات وشكلها من بره مطمئن جدا، شغل مستقر، بيت، أولاد، مسؤوليات، وكل حاجة الناس ممكن تبص عليها وتقول دي حياتها حلوة وماشية زي الفل. وأول ما قعدت قدامي بصت لي شوية وقالت لي أنا تعبت. سألتها تعبانة من إيه؟ قالت لي مش عارفة. وده يمكن كان أكتر كلمة بتقولها، مش عارفة. قالت لي أنا مش عارفة أنا عايزة إيه، مش عارفة أنا ليه مش مبسوطة، مش عارفة ليه كل قرار باخده باخاف منه وارجع فيه، مش عارفة ليه كل ما أبدأ حاجة أرجع أوقفها تاني، مش عارفة ليه حاسة إن أنا عايشة حياة مش حياتي. وبعدين قالت لي جملة ممكن تكون موجودة جوه ناس كتير قوي من غير ما يعرفوا يقولوها. قالت لي أنا طول عمري بعمل اللي المفروض يتعمل، بس عمري ما سألت نفسي أنا عايزة إيه. لأن أوقات كتير الناس مش بيكون أو الإنسان مش بيكون محتاج حد يجاوبه على قد ما محتاج حد يسمع السؤال اللي عمره ما قادر إن هو يسأله لنفسه. بدأت أسألها لو مفيش حواليكي حد، محدش هيحكم عليكي، محدش مستني منك حاجة، لو مفيش خوف من الفشل، أنت عايزة تعيشي إزاي؟ بصت لي وسكتت، وبعدين بدأت تعيط وقالت لي أنا مش عارفة. وساعتها فهمت إن المشكلة الحقيقية مش إنها مش عارفة تبدأ، المشكلة إنها بقالها سنين طويلة مش سامعة نفسها. كانت بتسمع كل الناس، أهلها، أصحابها، جوزها، أولادها، المجتمع، لكن الصوت الوحيد اللي ما كانتش بتسمعه كان صوتها هي. عشان كده بدأنا رحلتنا، ورحلة كانت مختلفة شوية. رحلة مش هدفها إن أنا أقول لها تعملي إيه، مش ولا إني أقرر مكانها، ولا إني أديها حلول جاهزة، لكن إني أساعدها تشوف نفسها بوضوح من جوه، أنور لها طريقها، إيه اللي هي فعلا عايزاه. طيب، ايه اللي انت عايزاه فعلا؟ ايه اللي مخوفك؟ ايه اللي موقفك؟ ايه الحاجه اللي طول عمرك بتاجليها؟ وايه القرار اللي جواكي وعارفه انه محتاج تاخدي له قرار، لكن مستنيه شجاعه، بس مش عارفه الشجاعه دي ممكن تيجي امتى؟ ومع كل جلسه كانت بتكتشف حاجه جديده. اكتشفت انها طول عمرها بتقول عشان ما تزعلش حد، انها بتختار اللي يرضي الناس قبل ما يرضيها، وانها كانت بتخاف من الفشل، لكن الحقيقه انها كانت بتخاف اكتر من انها تنجح وتضطر تعيش حياه مختلفه. واكتشفت ان اكبر مشكله عندها انها كانت مستنيه حد ينقذها، لحد ما فهمت ان محدش هيقدر ينقذها قدها هي. وساعتها بدات افهم ان اوقات كتير الانسان مش محتاج علاج لانه مريض، ومش محتاج نصيحه لانه مش عارف، هو محتاج مساحه امنه يقعد فيها مع نفسه من غير حكم، من غير خوف، من غير ما يقول له او حد يقول له لازم يقول له انت المفروض تبقى مين. وهنا بدأنا نفهم معنى اللايف كوتشنج. لايف كوتشنج مش ان حد يمسك حياتك ويقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ومش ان الكوتش يفضل قاعد مكانك ويتخذ قراراتك مكانك. اللايف كوتش هو انك تلاقي حد يساعدك ينور لك طريقك، تشوف نفسك بوضوح، يسألك السؤال اللي انت مش عارف او اللي انت مش شايفه او اللي انت مش عارف تسأله لنفسك، ويخليك تكتشف الإجابة اللي هي أصلا كانت جواك من البداية. لأن أوقات كتير إحنا مش محتاجين حد يقول لنا الطريق، احنا محتاجين حد يساعدنا نشوف الطريق اللي احنا اصلا واقفين عليه. ومع الوقت الست دي بدأت تتغير، مش لانها بقت شخص تاني، لا، لانها اخيرا بدأت تعرف هي مين. بدأت تقول لا من غير ما تحس انها انانية، بدأت تحط حدود من غير ما تخاف ان الناس تزعل منها، بدأت تاخد قرارات كانت مأجلها من سنين، وبدأت تفهم ان حياتها مش لازم تكون نسخة من حياة حد تاني. وفي اخر مره قابلتها بصت لي وقالت لي جمله عمري ما انساها ابدا. قالت لي انا كنت فاكره ان انا محتاجه حد يقول لي اعمل ايه، لكن اكتشفت ان كنت محتاجه حد يسمع نفسي وانا اسمع نفسي. ساعتها سالت نفسي كام واحد فينا
محتاج يسمع نفسه؟ كام واحد فينا عايش طول عمره بيحاول يكون الشخص اللي الناس عايزاه يكون عليه ونسي يسأل نفسه أنا عايز أبقى مين؟ كام واحد فينا بيقول أنا تايه وهو في الحقيقة مش تايه، هو بس عمره ما واقف مع نفسه وقفة صادقة. علشان كده النهاردة لو أنت حاسس إنك واقف مكانك أو مش عارف تبدأ منين، أو كل ما تاخد خطوة ترجع خطوتين ورا، يمكن مشكلتك مش إنك ضعيف أو مش إنك فاشل أبدا، وأنا ما بحبش الكلمة دي أبدا. مش إنك ما عندكش القدرة إنك، لا خالص، يمكن أنت بس محتاج حد يساعدك تشوف القوة اللي جواك ويخليك تسمع السؤال اللي طول عمرك بتهرب منه. لأن يمكن حياتك مش محتاجة تتصلح، يمكن حياتك محتاجة تتفهم، ويمكن أنت مش محتاج حد يغيرك، يمكن أنت محتاج حد يساعدك إنك تكتشف نفسك من جديد. وعشان نفهم أكتر يعني إيه لايف كوتشنج وإمتى الإنسان فعلا محتاجه، وإيه الفرق ما بينه وما بين العلاجات النفسية التانية، وإزاي ممكن يساعدنا إن احنا نخرج من دائرة التوهان اللي احنا فيها ونبدأ نتحرك ناحية الحياة اللي احنا فعلا عايزينها، هنتكلم النهاردة مع ضيفنا العزيز عن الموضوع ده. وبعد الفاصل إن شاء الله هنكمل الحكاية بتاعتنا، ويمكن تكتشف إن الشخص اللي أنت مستنيه ينقذك طول عمرك كان موجود جواك من البداية، وعشان أنت السبب وأنت الحل، فالتغيير دايما بيجي من جواك. فاستنونا بعد الفاصل إن شاء الله مع كوتش عبد الله ربيع. أهلا بيكم من جديد. يمكن الحكاية اللي احنا حكيناها قبل الفاصل خلتنا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هو احنا فعلا محتاجين حد يقول لنا نعمل ايه؟ ولا محتاجين حد يساعدنا نكتشف احنا عايزين ايه؟ وعشان نفهم اكتر يعني ايه لايف كوتش ويعني ايه لايف كوتشنج، وازاي ممكن يساعد الانسان انه يفهم نفسه ويحدد اهدافه ويتخطى الحواجز اللي دايما بيقف عندها، وايه الفرق ما بين اللايف كوتشنج والعلاج النفسي كله، وازاي نعرف امتى نحتاج لايف كوتش وامتى نحتاج متخصص تاني. يسعدني جدا النهارده ان يكون معايا ضيف عزيز جدا ومميز جدا، كوتش عبد الله ربيع، استشاري تدريب والكوتشنج ولايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF-MCC، وصاحب مدرسه اويرنس، المدرسه المعتمده من ICF. واللي هنتكلم معاه النهارده عن عالم الكوتشنج من جوه، مش بس يعني ايه كوتشنج، لكن ازاي الكوتشنج ممكن يساعدك تكتشف نفسك وتعرف إمكانياتك وتاخد قراراتك بوعي وتبدأ تتحرك ناحية الحياة اللي انت فعلا عايزها. وأعتقد إن أهم سؤال هنسأله النهاردة مش إنك محتاج كوتشنج ليه، لا، لكن انت مستعد تسمع نفسك بصدق من جوه ولحد فين. أهلا وسهلا بيك كوتش عبد الله، منورنا النهاردة في البرنامج، وإن شاء الله كده تكون حلقة جميلة والناس كلها تستفاد. أهلا جيرمين، إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله كله تمام. خلينا نبدأ بأول سؤال. يلا. هو سؤال مهم قوي، ناس كتير دايما الفترة دي بتسأله: وانا امتى اكون محتاج فعلا لايف كوتش؟ وانا فعلا محتاج لايف كوتش، ولا انا محتاج ان انا اقف قدام نفسي وخلاص، ولا انا محتاج علاج نفسي، ولا انا محتاج ايه؟ ده يخلينا في اول سؤال نسأل يعني ايه لايف كوتشنج اصلا؟ أوكي. الكوتش أو مهنة الكوتشنج هي مهنة أنشئت من سنين طويلة قوي، يمكن من سنة 95، وانتشرت في العالم وليها جهة بترعاها وبتنظم عملية الكوتشنج. لما عرفوا الكوتشنج قالوا إن الشخص ده اللي بيقعد مع المستفيدين وظيفته إنه يرفع وعي المستفيد بإمكانياته وقدراته والمساحات اللي ممكن يكبر وينمو فيها علشان يوصل لقدراته الممكنة والغير ممكنة من خلال الآليات والأدوات المتاحة اللي يقدر بالفعل يستغلها. كمان يكتشف جوه الرحلة دي نقاط القوة ونقاط الضعف. بعد كده بالشراكة مع المستفيد أو العميل نساعده إنه يصمم أكشن بلان لكل الحاجات اللي طلعت معانا في الجلسة علشان يخرج للواقع بتاعه بخطة عملية يقدر يشتغل بيها ويحققها. ده ببساطة تعريف اللايف كوتش. ده اللي يخلينا نقول مثلا امتى الشخص ده لما يجي نعرف ان هو فعلا محتاج لايف كوتش، ولا محتاج معالج نفسي، ولا محتاج ايه بالظبط، وايه الفرق ما بينهم كلهم، وايه كمان. خلينا نبدا بالسؤال ده وبعدين نبتدي نستنى السؤال الثاني عنيف شويه. يلا بينا. الكوتشنج ومهن المساعده النفسيه المختلفه، او مهن المساعده عموما يعني الطب النفسي والاخصائيين النفسيين الافاضل ومهنه الكوتشنج، الناس بتعتقد ان لو رحت الكوتش فانا بستغني عن العلاج النفسي، ولو رحت العلاج النفسي فانا بستغنى عن الاخصائي النفسي، ولو رحت للاثنين فمش محتاج كوتش. دكتور، مع اختلاف دور كل واحد فيهم، يعني ما حدش فيهم بيشتغل نفس دور التاني،
ويمكن للاسف بسبب سوء استغلال اسم المهنه وكوتشز للاسف ما درسوش المهنه بحرفيه او وفقا لمعايير قويه يعني. كل الناس بتشتغل كل حاجه في كل وقت بالظبط، فبيخرجوا للاسف يسموا نفسهم كوتشز، وفي بعض منهم للاسف بيوصف ادويه للناس ويمنع الناس انها تبطل ادويه كاتبها اطباء من غير ما يكون في مرجع علمي لده. طيب امتى اروح لطبيب وامتى اروح لمعالج وامتى اروح لكوتش؟ ببساطه لما تكون وظائفي الحيويه متاثره لفترات طويله توصل لحد 6 شهور، قولا واحدا من غير ما افكر لازم اروح لطبيب نفسي. يعني ايه وظائفي الحيويه متوقفه؟ يعني نومي ما بقاش مظبوط، بقيتش بنام، بقيت بعمل سلوكيات عكس الطبيعي. يعني شخص ما كانش بياكل بقى عنده شراهه في الاكل، او الايموشن ايتنج عنده ارتفع جدا، او العكس صحيح. كان بيعمل حاجات في حياته كويسه جدا زي انه يروح تمرينه ويحافظ على علاقته بالاخرين، كل الحاجات دي اتدمرت لفترات طويله. فلما نلاقي ان الشخص الوظائف الحيويه الطبيعيه بتاعته تاثرت، شغله باظ، علاقاته باظت، حياته وقفت، وطول الوقت بيربط الكلام ده بالماضي وباللي حصل له، فاحنا هنا الكوتش مش هيقدر يفيده ولا هيقدر يساعده. فهنا محتاج طبيب نفسي يشخص الحاله، وبعد ما يشخص الحاله يشوف اذا كانت هتستدعي انه يوصف ليه ادويه او لا، وبعد كده الطبيب المعالج ايضا هو اكتر حد هيقول الشخص ده يروح لاخصائي نفسي، عشان كمان مع الادويه محتاج خطه علاجيه زي تكنيكات العلاجات المختلفه السي بي تي والدي بي تي وغيرها من تقنيات العلاج النفسي المختلفه. طب الشخص خلص كل الكلام ده ومحتاج بقى حد يخليه يشوف نفسه اكتر، يرتب افكاره، يصمم معاه اكشن بلان للي جاي في حياته، يكتشف معاه تحدياته الحاليه شكلها عامل ازاي. هنا يتدخل الكوتش. لو جيت ضربتها لك كده بمثال، لو شخص رجله مكسوره والشخص ده عايز يطلع جبل كاترين، فاول حاجه لازم يعملها هيجبس رجله عن طبيب اشعه. بالظبط، فلازم يروح لطبيب عظام تحديدا. طب راح لطبيب عظام وجبسه، وبعد كده اكتشف ان عنده مشكله في الحركه، لازم هيرجع يروح لاخصائي علاج طبيعي. اللي هم شبه بالظبط المثال بين هنا الطبيب النفسي وهنا اخصائي النفسي. طب خلص الاثنين والحركه رجعت كويسه جدا، بس هو مش عارف هيطلع الجبل ازاي، ايه الموارد المتاحه اللي ممكن يستغلها، ايه التحديات اللي ممكن تظهر، وازاي هيصمم اكشن بلان او خطه يطلع بيها جبل كاترين. بنقط قوته بقى وبنقط ضعفه، يلعب على الاثنين فيطلع بقى الجبل خلاص. فهنا يتدخل الكوتش عشان يخليه يشوف كل الحاجات دي بوضوح، ويخليه يتخذ افضل قرار مناسب بالنسبه له. فيبقى اذا الكوتشنج عمره ما كان بديل للعلاج النفسي ولا الاخصائي النفسي، بالعكس احنا بنشتغل مع اطباء افاضل كتير جدا بيحولوا لنا حالات كتيره قوي بعد ما الرحله العلاجيه النفسيه والطبيه تمت. والعكس صحيح، احنا لما بتجيلنا حاله بنشوف ان الكوتشنج مش مناسب بالنسبه له، ما بيستجيبش للادوات بتاعه الوعي، لان الكوتشنج بيشتغل على هنا والان، على الحاضر، ما بيشتغلش على الماضي والترومات والروتس بتاعه الشخص. دي كلها حاجات محتاجه طبيب معالج متخصص مرخص ليه انه يعالج هذه المشاكل. هي سلسله، السلسله دي عشان تكون متكامله لازم يكون ليها بدايه ووسط ونهايه. فعشان انا بدايه السلسله هتعمل كل حاجه، طب ما مش هتتقفل. مظبوط، صح كده؟ ده يخلينا بقى نروح لحته لما يجي حد يقول لك مثلا لا انا حابب فكره اللايف كوتش ومش عايز اخش في اي علاجات تانية، انا مش عايز اخد ادويه، انا مش عايز، لا خلاص انا سمعت على اللايف كوتشنج وقعدت كده فتره حلوه كده، قعدت اقرا وادرس وجبت تنميه بشريه وعايز اعرف الفرق ما بين التنميه البشريه واللايف كوتشنج. وده كله بس ما ينفعش معايا، بس انا مش عايزه اتعالج نفسي، انا هيتقال عليا مجنون. فازاي لا انا عايز لايف كوتش، دي حاجه كلمه حلوه بقى كده ولسه جديده والناس كلها عماله تتكلم عليها، فلا احنا هنلغي موضوع العلاجات النفسيه اللي انا بخش فيها حته ان انا مجنون دي وانا عايز لايف كوتشنج. هتقول له ايه؟ للاسف الافلام والميديا والمسلسلات والكلام ده كله بداوا يصوروا للناس ان الشخص اللي بيعالج نفسيا دي وصمه عار. يمكن لو انت فاكره كده حتى من فترات قريبه، لو شخص كان بيتعالج عند طبيب وراح يتقدم لبنت، اول حاجه بتتقال له اوعى تقول انك كنت بتتعالج عند دكتور، ويخبوه كمان الفتره اللي بيتعالج فيها، وكأن الموضوع ده عار احنا لازم نتبرى منه ونخبيه يعني. فالمشكله بتيجي منين؟
من مفاهيمنا الغلط. لو انا بيجي لي كلاينت بالشكل ده فانا بعتذر ليه واقول له والله انا بعتذر ليك، انا مش الكوتش المناسب بالنسبه لك والمهنه دي مش المناسبه بالنسبه لك. بعد ما استنى وافهمه شويه بشويه ان الفكره يعني ما الكوتش فيهاش بيعمل ايه مشكله. اصلا وما بيعملش ايه. بالظبط. اوكي طيب هل ان احنا نروح لطبيب نفسي اصلا دي مشكله؟ يا جماعه انا كوتش بقالي 15 سنه في الشغلانه دي وواخد اعلى درجه كوتشنج في العالم، انا عندي الطبيب النفسي بتاعي، طبيعي. عندي الكوتش بتاعي. لان الرحله مش لازم تبقى فرديه، مش لازم ابقى دايما شايف نفسي جامد، وطالما انا بشتغل في مهنه المفروض تتمتع بالمرونه النفسيه والصلابه النفسيه، ان ما عندناش مشاكل وان حياتنا ورديه وان الحياه جميله. دي تعرف كان دايما يجي يقولوا ايه، طب ما انت لايف كوتش اهو، ايه ده، هو انت مش هتعالجي نفسك؟ ايه ده، انت بتضايقي زينا؟ ايه ده، هو انت مثلا رد فعلك كده؟ يا جماعه انا انسان، انا بشر عادي بتحصل. مش ريبوت في الاخر، بتحصل هو يعني إنسان عادي. عنده مشاعر وعنده ضغوطات وعنده مواقف يوميه بيعيشها بتاثر فيه، وعنده ناس محيطين بيه بيضغطوا عليه او هو بيضغط عليهم، فهو انسان في الاخر. بالظبط. هي في حته كمان ان فكره الناس فاكره ان التعب النفسي، بلاش نقول المرض النفسي عشان احنا مش متخصصين ان انا اقول هو مريض نفسي في ايه. التعب النفسي ده هو اللي بيجيب كل التعب بعد كده. يعني احنا مثلا عندنا في الهيلث كوتشنج مثلا او في التغذيه، اول ما بيجي يقول انا عايز اخس، لا انت في حاجات تانية كتير قوي وراك عشان توصل ان انت فعلا تخس. ومشكلتك النفسيه ممكن تاثر عليك جدا جدا في موضوع ان انت بعد كده تخس او ما تخسش، او انت اصلا عايز تخس ليه. ممكن تكون انت عايز تخس عشان تغيظ حد مثلا كان بيقول لك انت تخين، فانت عندك مشاكل من زمان. ففكره ان انا عندي مشاكل نفسيه، كلنا عندنا مشاكل نفسيه طبعا. وان انا اظبط حته النفسيه دي، كل الاعراض اصلا الجسمانيه اللي ممكن ما تكونش مشكله في الاعراض الجسمانيه، تكون اعراض نفسيه هي النفس جسديه دي هتختفي. فهي دي الفكره اللي انا بحاول ان انا اوعي الناس فيها، خصوصا في الحلقه بتاعت النهارده، ان المشكله النفسيه لما تتحل في حاجات كتير قوي هتتحل. ما هياش فيها مشكله ان انا اقول ان انا عندي مشكله نفسيه، ان انا اروح 100%. لطبيب، اروح لاخصائي، بعد كده اروح لايف كوتش، عادي ما فيهاش مشكله. دي اللي احنا بنحاول ان احنا نعمل فيها وعي دلوقتي. وده يمكن اللي يخلينا نيجي في حته الفرق ما بين الكوتش المعتمد الدارس الفاهم، والكوتش اللي هو دلوقتي اي حد بياخد كورس في شهر ولا في شهرين ويطلع يكتب انا لايف كوتش ويعمله مشاكل، او ان هو اصلا ما درسي وان هو بيتفرج على كام فيديو او على كام. ودي فكره برضو عايزه افهم الفرق ما بين اللايف كوتش، الناس تفهم الفرق ما بين اللايف كوتش والتنميه البشريه. لان في حته دايما بتقال ان انت هيقعد، ان انت لما تيجي تقعد في السيشن مثلا انت جامد، انت قوي، انت تعرف، انت تقدر، وبعد كده ما بيدلوش اصلا حل. انا انت اسد. هو يطلع بره، هو كان قال ان انا جوه قوي، وانا بره مش قوي ليه، وانا ايه اللي حصل والدنيا تهدى؟ لا ده هو الكوتش هو نفس سوري فاللي انا هقولها والله بس بتتقال كتير، هو نفس كلام مامتك بس باللغه الانجليزيه وببلاش، يعني هيبقى ارخص. بالظبط. او ان انا اروح اهدي نفسي بشويه سويتس، اقعد اكل بقى في حلويات ترفع لي الدوبامين وترفع لي السيروتونين وعد يقع على دماغه فيروح برضه الدكتور في الاخر. بالظبط. انا بقى عايزه اعرف الفرق ما بين الكوتش والتنميه البشريه، اللايف كوتش والتنميه البشريه، وايه الفرق ما بين اي كوتش والكوتش الدارس فعلا والمعتمد، وامتى انا اروح اقول له مثلا ان انا عايشه اهداتك ما فيهاش اي مشكله، واضمن منين ان هو فعلا هيكون في كل الحاجات المتظبطه اللي انا اكون مستريح وانا بتكلم معاه. طيب لو احنا بنتكلم على الكوتشنج تحديدا الاول، ففي جهه في العالم بترعى عمليه الكوتشنج، موجوده في اكتر من 140 دوله لو انا متذكر الرقم صح. فده معناه ان في مرجعيه في كل الدول دي، اقدر ارجع لهم واسالهم هي جيرمين معتمده او لا، او اسال الجهه الام نفسها ببساطه. احنا عدد الكوتشز المعتمدين المرخصين في العالم على كوكب الارض حوالي 61,000 كوتش. فالرقم ده مقارنه ب 8 مليار بني ادم هو ولا قليل جدا. هتلاقي مثلا في مصر عندك المعتمدين 200 كوتش، ويقدر يخش لو في مصر هيخش على مصر، طبعا يدخل على هيخش على بره، على الشابتر بتاع مصر او بتاع الاتحاد الدولي للكوتشنج فرع مصر، ويبدا يسالهم يا جماعه والله الراجل ده معتمد ولا لا. بعيدا بقى عن كمان الجهه، انا من حقي كعميل هستثمر في نفسي وهدفع فلوس عند اكس من الناس لو سمحت انا عايز اعرف انت مؤهلاتك ايه، خبراتك ايه، شهاداتك ايه. ده مش عيب. احنا لما حد بتوجعه بطنه فبيبدا يدور على مين استشاري وخبرته قد ايه وكام سنه، واسال كل صحابي. ويجي عند اكتر حته حساسه جدا، الشخص اللي هيتكلم مع عقلك ومع وعيك. وبنشوف اصل هو مشهور على السوشيال ميديا، ودي من الحتت الكارثيه. مش معنى ان شخص سمى نفسه كوتش وانه مشهور على السوشيال ميديا ده يديله الحق ان هو بجد ممكن يبقى كوتش. وشفنا نماذج كتير منهم حاجه قريبه حصلت،
ان احد الاشخاص كان وصف نفسه انه كوتش، ولما الناس هاجمته قال لهم خلاص يا جماعه انا هدرس كوتشنج وارجع لكم. ايوه. فلا كانت الموضوع بنوتة. ما بيمشيش كده، ايوه. لان هي مش بس دراسه، لان ممكن يبقى ممارسة. 1000 بني ادم درس، بس كام واحد مارس المهنه وكام واحد اجتاز الاختبار الدولي. وكم واحد عنده موهبه اصلا انه يقدر ان هو طول عمره يبتدي، اول ما يبتدي يدرس هيفضل طول عمره يدرس، هو مش شهاده ياخدها طبعاً. شهر وخلصت. طبعا والناس بتفتكر بالظبط زي ما انت قلت كورس هاخده في شهر وخلاص. انت ممكن تاخد كورس في شهر، في شهرين، في 3، ولكن تاهيلك للاختبار بيوصل لحد سنه ونص وسنتين. يمكن انت وفي ناس شفتي حتى كمان الرحله بتقعد، عامله ازاي يعني. طب اكيد في ناس كمان بتقعد بالسنين تدرس، لكن هي ما عندهاش موهبه ان هي تشتغل في الحاجه دي. طب انا لو انا عندي موهبه ودرست، او حد جه قال لك انا حاسس ان انا مؤهل لموضوع الكوتشنج ده، انا شايف نفسي في الكوتشنج ده، هتنصحه بايه؟ ويدرس فين؟ ويدرس ايه؟ وايه الحاجات المساعده ان هو يدرسها؟ ولازم يكون هو خريج كليه معينه او دراسه معينه عشان يبتدي يكون مؤهل ان هو يبتدي يدرس الكوتشنج؟ ولازم يكون خريج جامعة أساسا ولا ممكن أي حد تاني؟ ودي برضو مشكلة في الفترة دي، علشان أنا لما أجي أدرس وابتدي أطلع للناس أكون أنا أصلا عندي نسبة كبيرة من أن أنا سوي نفسيا. لأن الفترة دي كمان للأسف الشديد في الجروبات بتطلع الناس بتقول أنا دخلت عند كوتش ولقيته هو نفسه عايز محتاج يتعالج. كوتش. مظبوط. بالظبط. حتى الكلام اللي هو بيقوله هو بيديني خبرته السابقة. ودي حاجه عكس الكوتشنج. المعايير بتاعت المهنه بالظبط. نفسها. فدي بالظبط. اصل انا لما اتطلقت مثلا انا عملت 1 2 3. طيب هو ده ينفع في لا طبعاً. الكوتشنج؟ قاعده لازم- اساسيه من قواعد الكوتشنج انه لا توجيه. ليه؟ لان العميل هو اكثر شخص خبره بحياته، لكن انا اكتر حاجه اقدر اعملها ان انور وعيه بحياته، يشوف اللي اتعمل فيها صح واللي اتعمل غلط، بعد كده ياخد القرار. مم. لكن انا مش من ساعه قعدتها معاه ولا من 4 جلسات قعدتهم معاه، المفروض في ال4 ساعات دول ابقى فاهم ال30 سنه اللي في حياته حصل فيهم فين والمشاكل جايه منين. عشان كده لسه في الاول كنا بنقول ايه؟ ان الكوتشنج قوته وجماله بيشتغل على قوه السؤال وهنا والان. مم. خليني اشير معاكي حته كده صغيره. اول حد انا بشوفه استخدم قوه السؤال في الكون هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاله احد الاشخاص وقال له يا رسول الله اذن لي بالزنا، فيما معنى النص يعني، فالصحابه اتضايقوا جدا، انت ازاي جاي تكلم نبي الله بالشكل ده؟ واللي بدا بيقول له فيما معنى الكلام ده حرام، وازاي تكلم سيدنا النبي كده وربنا وانت ما بتفكرش حاجات. سيدنا النبي رد عليه وعمل ايه؟ سأله، قال له اترضاه لامك؟ بعد كده سابه يفكر. اترضاه لاختك، لزوجتك، والى اخره. وكان ما بين كل سؤال التاني بيديله مساحه انه ايه؟ يفكر. فاشتغل معاه على قوه السؤال وهنا والان، اللي هو احنا بنعمله النهارده. نورت له كعلم. بقى هو في بالظبط، ايه. نور الموضوع قدامه وسابه هو ياخد القرار. بالظبط. بعد كده قال له دي لا بقى مش هعمل تجيبنا في كده. حته بقى ان الكوتش ما ينفعش يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ولا يحط من نفسه مكانك، لا طبعا. ولا انت جاي علشان تاخد حلول جاهزه. هنا ما بقاش كوتش، هنا بالظبط. ده ادوار مختلفه. ده ممكن نسميه ادوار كتير مختلفه. ولكن انا امتى برجع الادوار المختلفه؟ مثلا دور الاستشاري. لما هروح مثلا عندي مشكله في شركتي في المبيعات، هل هنا محتاج كوتش ولا محتاج استشاري؟ استشاري طبعا. ليه؟ لان الاستشاري عنده خبره بالمبيعات وعارف من كيسز قبل كده حصلت معاه في الشركات المشكله دلوقتي جايه منين، وايه الحلول اللي طبقها قبل كده لو طبقناها بشكل عملي مهني هتجيب لحالته نتيجه. هو هتظبطها. طبعا. فهنا تنفع الجا للاستشاري. لكن في حياتنا الشخصيه التجربه اللي نفعت معايا مستحيل تنفع مع كل الناس، مش لازم. حتى ولو كانت نفس المشكله. مم. فاذا افضل حل في الكون بيجي دايما من عند المستفيد، مش من الكوتش، لان الكوتش ما بيديش حل. طبعا انا كنت مبسوطه جدا النهارده بالحلقه معاك، وهنستناك ونستفيد منك في كذا حلقه بعدين باذن الله. شكرا. وقبل بقى ما اقول لكم اشوفكم الاسبوع الجاي، عايزه اسيبكم زي كل مره مع 5 اسئله. يمكن سؤال واحد فيهم يفضل معاك اليوم كله، لا يفضل معاك الاسبوع كله. انت فعلا محتاج حد ينقذك، ولا انت محتاج حد يساعدك تكتشف نفسك وتكتشف ايه اقوى حته فيك؟ كم مره قلت انا تايه مع انك انت الحقيقه كنت بس محتاج تقف مع نفسك وتسمع نفسك شويه. ايه القرار اللي انت عارف من جواك انك محتاج تاخده، بس لسه مستني شجاعه ومش عارف الشجاعه دي ممكن تيجي امتى؟ لو مفيش حد هيحكم عليك ولا حد مستني منك حاجه، انت فعلا عايز تعيش حياتك دي ازاي؟ لو فضلت مستني الظروف تتغير كام سنه كمان، مستعد تسيبها تعدي عمرك ده، تسيبه يعدي قدامك وانت واقف مكانك؟
يمكن طول الحلقة كنا بندور على معنى الكوتشنج، لكن يمكن الأهم من كل ده إنك تكتشف إن أحيانا أكتر شخص محتاج تسمعه هو أنت، وأكتر شخص محتاج إن أنت تصدق فيه هو أنت، وأكتر خطوة مستنيها من الدنيا يمكن لازم تبدأها بنفسك وتبدأها أنت، ولأنك أنت السبب وأنت الحل، فالتغيير دايما بيجي من جواك في حكاية جواك مع دكتور جيمين حافظ. واستنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد، يمكن الحكاية الجاية تكون حكايتك أنت.